تبارك وتعالى خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه معلمة الأجيال شاهدة أن الطريق شققناها بيمناك، لا تعجبي فهداة الناس قادتهم، وأنت في مدينتنا شمس لأفلاك. فكم زللت ومهدت وشيدت، وكم منحت جميلا من عطاياك، فجدت بالعمر إذ ظن الكريم به، وليس ذا الجود إلا من سجاياك. فلا أظن بحمد أنت كعبته، ولا أظن بسؤل الله يرعاك. تحية من قلوبنا للي جاد بيها الزمان، اللي بتتعب وتشقى ولا تكل ولا تنام، بتتعب لجل تعلى والناس تعيش في سلام. تحية من قلوبنا للدكتورة فريدة سلام. مقسمة 4 أرباع، كل ربع وشيلته شيله. الجدعنة تتقاس بالباع، وما تطلع كلمة شينة. جهينة والله بلد عال، للعدا رافع سلاحه، ما كانت سيوف ونبال ردوا العدا منها راحوا. الفن ده دنيتي، وعشق الرجال غالي بخاطري وبفكرتي. يا أستاذ محمد الدالي ابن جهينة، مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، أهلا وسهلا به، والأستاذ أشرف وصاحبه الكريم والأستاذ محمود. كما بقول بيننا وبين شطورة نسابات، والفكر بعيد وظاهر، ولا فرق بيننا المسافات ولا فرق معانا المظاهر. كما نرحب بالأستاذ مصطفى التمساح والأستاذ عادل والأستاذ جوهر، ومش عايز الأستاذ عادل يقعد لأنه يسمعنا فقرة دينية دلوقتي على السريع يعني. تفضل يا أستاذ عادل. تفضل يا باشا، تعال من هنا، تعال من هنا يا باشا لجل النبي. هقول لك قلتها له بعد كده عشان احب امسك في ايدي شويه. طبعا السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين، واللهم بلغنا يا رب ليله القدر، وان شاء الله باذن الله يعني ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب ليله القدر ان شاء الله. طبعا يا جماعه اجمل تحيه للدكتوره فريده، اجمل تحيه للدكتوره فريده يا جماعه. فين التحيه؟ إلهي سيدي أملي ويا سندي، إلهي سيدي أملي ويا سندي، إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فلذاك أهل، فإن تغفر فلذاك أهل، وإن تطرد فمن يرحم سواك. كل القلوب إلى الحبيب تميل، صلوا عليه،
ومعي بذلك شاهد ودليل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل وأجمل منك لن ترى قط عيني وأطيب منك لا تلد النساء وأجمل منك لن ترى قط عيني وأجمل منك لن تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا الله الله يا رسول الله قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه الله الله يا حبيب الله قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل نبي الهدى صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. شكرا حسن السماع. شكرا. طبعا النهارده يوم القرآن، في ليلة أنزل فيها القرآن، ويجتمع معنا الأهل والأحباب وهذه الوجوه النيرة، فما أسعد هذه الليلة. الآن كم اشتقنا إلى سماع فارسة المحليات
مش هينفع. احنا استاذنا الاستاذ حسام كان هي الممثله لينا دلوقتي. اتفضلي. والدكتوره فريده سلام فلتتفضل مشكوره. تحيه كبيره. يعني احنا هنجيب لها شاي وانت تاخدها مننا. احنا بتوعنا هجيب لها شاي. ماشي اتفضل يا بابا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يوم سعيد النهاردة متجمعين، نتمنى من الله عز وجل يكون ليلة القدر، ونكون متجمعين دايما في دعوة مشتركة لصالح الناس كلها. مش جديد على أهل بنجا المبادرات الجميلة وتواجد مش أي تواجد، ما شفتش بروتوكولات عمل، دايما في محبة وناس متجمعة على قلب راجل واحد. كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يعود عليكم بكل خير، ودايما على خير متجمعين. تحية طبعا لكل السادة الحضور الموجودين كلهم باسمه، عشان ما انساش حد. كلكم ليكم التقدير والاحترام عندي. كنت حريصة جدا ان انا اتواجد معكم حتى لو 10 دقايق، عندي انا بالدنيا وما فيها والله. ولو يوم من ايام شهر رمضان الكريم انا متواجدة معاكم، اعتبرت ان شهر رمضان كله انا حضرته معاكم. كل سنة وحضراتكم طيبين، والف مبروك لابنائنا وبناتنا اللي حصلوا على جوائز في حفظة القرآن الكريم. وبشكر القائمين على هذا الحفل وكل السادة اللي موجودين فيه. وبقول لكم تحيات الحاج عامر رئيس مركز ومدينة طحطة، اللي كنا متوقفين النهاردة ان احنا هنتواجد، بس حصل ظروف قهرية معايا يعني ما تواجدش. كل التحية والتقدير لكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. وبشكر طبعا راعي المكان كله الأستاذ حسام رئيس المجلس القروي، اللي أنا بتشرف أني أكون رئيس مدينة أو رئيس حي في منظومة بيرأسها رئيس قرية محترم ذو طابع ديني محترم زي الأستاذ حسام. وطبعا السيد السكرتير الأستاذ أحمد رمضان اللي إن شاء الله نبارك له قريبا رئيس قرية، لأنه يستحق كل الشكر والتقدير، وكلهم باسمه وبصفته. الحاج محمد فاضل والحاجة زينب، الحاجة زوبة، اسمها زينب. لا لا لا، مقامها عالي، مقامها عالي والله. وكل القائمين والموجودين، محمد بيه الدالي والدكتور مشرفينا اهل شطوره والناس المحترمه كلها، الحاج حنفي والاستاذ حسين العقيلي والاستاذ محمود حسين والناس المحترمه القائمين على الحفل، الحاج لطفي سليمان الباشا والحاج سعودي سليمان الباشا والشيخ اشرف نور، اللي كلهم بذلوا مجهود جامد عشان يجمعونا ونتواجد في احلى مناسبه ممكن نتواجد فيها كمسلمين، وهي تحفيظ القرآن الكريم والفوز بأحسن فوز دنيا أو آخرة من حفظة القرآن الكريم. كل سنة وانتم طيبين. شكرا. شطوري والطبع غلاب، والعلم برضك لناسه، بالعلم تتفتح أبواب والجهل يخفس بناسه. شطورة بلد الأعلام، وده مش عايز أمارة، فيها كام أستاذ وعلام من السهل تشكل وزارة. ياك جاي عتلوم عليا إن كنت ناسي تماسي، وضوية وصلايا بنية لشطورة أبعد تماسي، مع الأستاذ الدكتور مصطفى رجب ابن شطورة وأستاذنا وعمنا الفاضل، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهنئ الفائزين من حفظة القرآن الكريم، وأشيد وأشجع هذه الكوكبة من رجال الأعمال الذين مولوا وأشرفوا على هذا النشاط المتميز. شطورة بها أكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات يمكن في مصر، لأن قرية واحدة أكثر من 200 عضو هيئة التدريس يعملون في الجامعات. لكن أول دكتوراه في شطورة كان المشرف عليها من بنجة،
أول دكتوراه في تاريخ شطورة أستاذنا المرحوم الدكتور علي أحمد طلب، كان المشرف عليه أستاذنا عبد السلام هارون ابن بنجة، وجه مخصوص بالطيارة من الرياض للقاهرة عشان يناقش الدكتوراه بتاعت الدكتور علي طلب سنة 1982، ورجع تاني الرياض. فاحنا بدءا من الدكتور علي طلب كنت انا بعده مباشرة، وبعدي جاءت أجيال وصل عددها الآن كما قلت ل 250، لكن الفضل الأول كان لبنجة وللمرحوم الذي تعلمنا كلنا من كتبه الدكتور الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله، الأستاذ بدار العلوم. وفيما بعد أتيح لي أن أدعو الأستاذ الدكتور عبد الحميد السيد طلب لمناقشتين دكتوراه في جامعة سوهاج في سنة 89 تقريبا أو 84 أو 85 والله ما فاكر، لكن كان الدكتور عبد الحميد طلب أيضا من الأساتذة الفاعلين في التعليم. فبنجة سبقت شطورة في التعليم، وكان أستاذي في الثانوي الأستاذ عبد الشافي محمد عبد الهادي، وهو ابن عمي في النسب، لكنه كان مدرسي في الثانوي العام في طحطة في سنة 72 و71. شكرا لحضراتكم، وأسأل الله التوفيق لهؤلاء القائمين على هذا المشروع، وأدعو الله لأبنائنا وبناتنا الفائزين والفائزات في هذه المسابقة بمزيد من الرقي في حياتهم التعليمية القادمة. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا معالي الدكتور. وهكذا شهد أهل العلم لأهل العلم. فعندما قلت عامل كتاب بنجة بين الماضي والحاضر، وكان بيناقش الأستاذ الدكتور مصطفى رجب، قال كلمة لدلوقتي في ذهني، قال لو بنجة مشت على هذا المنوال القديم في التعليم ما سبقناهم في العلم. قال هو بس قال الحمد لله اللي بنجة ولت على التجارة وسبق لنا العلم احنا ناكله منه عيش. وعندما نتحدث عن أهل القرآن في بنجة لابد أن نستذكر معلم القرآن فضيلة الشيخ محمد سلمان رحمة الله عليه، فضيلة الشيخ محمد عبد المتجلي رحمة الله عليه، فضيلة الشيخ والقارئ رمضان سليمان البنجاوي رحمة الله عليه، والأستاذ علي عبد المتجلي، وفي الآن فضيلة الشيخ طه وجمعية واعتصموا، والأستاذة إكرام، والأستاذة أميرة سيد عباس، والأستاذة إيمان عبد الباسط، وتحت قيادة الأستاذ وشيخنا الفاضل الشيخ عبد الله جلال المدرسة القرآنية برضه اللي عملها في بنجة هنا. فلا بد أن نشكر أهل الفضل في تحفيظ القرآن في بنجة ومع فقرات الحفل. فلسطين هي رمز الصمود والتحدي، هي أرض تحكي تاريخ الأنبياء ومهد الحضارات، وتعد القضية الفلسطينية هي أحد أهم أبراز القضايا السياسية والإنسانية في التاريخ المعاصر. من خلال موقع لحظات نيوز لنتمكن من تقدم أفضل إلقاء وأنشودة عن فلسطين من الطالبتان جنى رشاد عبد الحميد وجيهان عاشور ناجي. فلسطين صبرا إن للفوز موعدا، فإن لا تفوز اليوم فانتظري غدا. ضمان على الأقدار نصر مجاهد، يرى الموت أن يحيا دليلا معبدا. إذا السيف لم يسعف وأسعف نفسه، ببأس يراه السيف حتما مجردا. يلوذ بحديه ويمضي إلى الوغى، منعتي ذئاب السوء عن غيل حرة، سبت في ضواري الغلب جذما ومحتدا. لها من ذوي
جاءوا على ذعر عباديد شردا يريدون ملكا في فلسطين باقيا على الدهر يحمي شعبهم إن تمردا يديرون في تهويدهم كل حيلة ويأبى لها إيمانها أن تهودا بلاد أعزتها سيوف محمد فما عذرها ألا تعز محمدا أفي المسجد الأقصى يعيث الأولى أبوا سوى المال طول الدهر ربا ومسجدا أحل الربا فالأرض قبر وجوهها تنوء بأعباء ثقال من الأذى ويوشك فيها الخسف أن يتجددا رموها بخطب هد من أهلها القوى وغادرهم ملء المصارع همدا أيمسي عبيد العجل للناس سادة وما عرفوا منهم على الدهر سيدا لهم من فلسطين القبور ولم يكن تراها لأهل الرجز مسوى ومرقدا أقمنا لهم فيها المآتم كلما مضى مشهد منهن أحدثن مشهدا فقل لحماة الظلم من خلفائهم لنا العهد نحميه ونمضي على هدى ونرد على آبائنا ما توارثت قواضبهم لا نتقي غارة العدا نضل لهم أن يفضحوا في قبورهم ونحمي لهم مجدا قديما وسؤددا ونحمي لهم مجدا قديما وسؤددا. شكرا. وجع قلبي يا فلسطين عاللي حصل فيكي أعرف طريق فين وبروحي أفديكي الأقصى بالراح والعرب وبين الأعزة الدم سال قتل العيال حزينة يا غزة الضرب من صهيون الدعم أمريكا يا مصر الرسول يصرف يقول وين العرب راحوا مصر الرسول يصرف يقول وين العرب راحوا الأقصى حزين يا مسلمين وتنزف جراحه الأقصى حزين يا مسلمين وتنزف جراحه من فينا صلاح الدين يحرر أراضيكم من فينا صلاح الدين يحرر أراضيكم يا أقصى ودع قلبي وجع قلبي يا فلسطين عاللي حصل فيكي أعرف طريق فين وبروحي أفديكي الأقصى في الراح والعرب وبين الأعزة الدم سال قتل العيال حزينة يا غزة الضرب من صهيون الدعم أمريكا يا أقصى مين اللي باع خلى الطباع يهيموا في الوادي مين اللي باع خلى الطباع يهيموا في الوادي دم الشهيد راجع أكيد للعزة لبلادي دم الشهيد راجع أكيد للعزة لبلادي على الجنب مكتوب وداخل حواريكم على الجنب مكتوب وداخل حواريكم يا أقصى وجع قلبي يا فلسطين عاللي حصل فيكي أعرف طريق فين وبروحي أفديكي الأقصى في الراح والعرب وبين الأعزة الدم سال قتل العيال حزينة يا غزة الضرب من صهيون الدعم أمريكي يا أقصى وشكرا. يا صغيري لا تخف فالكون يحميه إله
لا تخف سلطان بأس أو فرعون قد ضل اتجاه، فالرب إن شاء المهالك أو أراد للكون الفناه فلن ترد لله أمور ولن يرد لله قضاه. يا صغيري فلسوف تنفرج الكروب، ولسوف يعلو دين ربك فوق هامات الشعوب، ولسوف يرتفع الهتاف ما شهدنا غير دين الله دينا للشعوب. باسم المدرسة الفردوس القرآنية نرحب بالدكتور خالد عدم الدين، الأستاذ حسين سديرة شيخ معهد فتيات السلام بشطورة، الأستاذ أحمد سرور، الأستاذ حمدي زين الدين، ومع كلمة حزب مصر الحديثة والحاج محمد فاضل، فليتفضل سيادته مشكور. الحمد لله، الحمد لله كان ولا شيء في الكون سواه، الأرض أرضه والسماء سماه، الشمس شمسه والضياء ضياء، قدر الأقدار وبيده الموت وبيده الحياة، خلق اللوح والقلم وخلق العرش فوق المياه، خلق الملائكة، خلق الجان، خلق آدم، وبنفخة في الطين دبت فيه الحياة، وبنفخة في الطين تحركت يداه، وبنفخة في الطين مشت قدماه. ولما أكل من الشجرة تاب عليه واصطفاه، وطرد إبليس اللعين من رحمته وأهواه، ورد يوسف ليعقوب بعدما ابيضت من الحزن عيناه، وأكرم إبراهيم ابن الكريم وحقق له رؤياه، وشهد لإبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه، وجعل لموسى آية بعدما ألقى عصاه، وأكرم مريم حينما دخل عليها زكريا المحراب وقال إن لك هذا، قالت إنه من عند الله. وسل دار الندوة عن سيدنا محمد، بعضهم يقول اخرجوه والآخر يقول اسجنوه، وزعيمهم أبو لهب يقول اقتلوه، ولكن رب العزة من فوق السبع ضباب يقول يا ملائكة الرحمن شقوا صدره وبالحكمة والإيمان ويا ملائكة الرحمن افتحوا له كل أبواب السماء، وعند سدرة المنتهى اتركوه، ويا حجب الأرواح انكشفي، ويا حجب الأرواح انكشفي لمحمد حتى يراني فهو حبيبي وعلى ربه الذي لا إله إلا هو. ففاز سيدنا محمد بمقابلة الملك ملك الملوك، فقال الملك لملائكة حيوه، فنزل سيدنا محمد على الأرض وقال لا يوجد إله لهذا الكون إلا الله فوحدوه. انا هتكلم باللغة البنجاوي وهعزف على مزمار الرباب الجناوي، وهضرب على اوتار الاستاذ حسين عقيلي. الاستاذ حسين عقيلي بيصرخ وينادي وبيقول كل اللي حضر شرفني شرف بلادي. واسمحوا لي الشمس والقمر الأستاذة الفريدة من نوعها الدكتورة فريدة الشغلاب
والاستاذ محمد الدالي والسيد رئيس قرية مجلس قروي بيدا وكل اهل الفكر والعلماء وكل رجال الدين الاسلامي والمسيحي وقد رسمت على جبينهم اجمل ايات الحب والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله. الآن جاء موعد الحوار الصحفي، وهو عبارة عن سؤال وجواب من الطالبة إيمان محمود لراعي حفلنا الكريم الشيخ أشرف نور الخبيري، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم بالساده ضيوفنا الكرام، وبرحب بكل شخص موجود معانا، وبرحب باهلينا طبعا اللي دايما سند وفي ظهرنا ودعمينا بكل خطوه بنخطوها. انا طالبه ايمان محمود حسن، طالبه من مدرسه الفردوس لتحفيظ القران الكريم. احب ارحب بيكم. بدعو الشيخ أشرف يتفضل معايا، ودلوقتي هبدأ معاكم لقائي وحواري مع فضيلة الشيخ أشرف نور الخبيري، فليتفضل. لا إله إلا الله. ربنا يسترها معانا بقى، ما عارفش الجماعه دول اللي هيسالونا فيها. ازيك يا شيخ أشرف، عامل ايه؟ الحمد لله. ممكن تعرفنا بنفسك وعن طبيعة عملك؟ الشيخ أشرف نور الخبيري إمام وخطيب بالأوقاف، أو إمام المسجد الكبير بقرية بنجة. طبعا زي ما عارفين ان الانسان بطبيعته عملي وبيحب الشغل في اي حاجة، مش شرط انه يكون في مكان معين او بمرتب. ممكن تعرفنا ايه اهمية عملك بالنسبة لك؟ عملي كإمام وخطيب كداعية، ايوه، ده كل حياتي، لأن أنا تربيت من صغري على القرآن، وتعلمت القرآن من أهل القرآن، وتعلمت الخطابة. فكان أملي في الحياة أن أنا أكون إمام وخطيب، لأنه كنت زيكم كده أعمل الندوات واللقاءات وأخطب وأمسك الإذاعة المدرسية وإذاعة المعهد الأزهري. فكان أملي أن أنا أبقى داعية، حتى أنا من صغري بكتب الداعي على طول، يعني الحمد لله. فربنا لله الحمد والمنة، يعني حقق لي رجائي ومناي أن أنا أكون إمام وخطيب، والحمد لله كنت. الحمد لله. لو خيروك بين شغلك وعملك هتختار، بين شغلك وبيتك هتختار مين؟ إيه؟ لو خيروك بين شغلك وبيتك هتختار مين؟ طبعا بيتي وعملي. بيتك او عملك؟ لا غنى عن الاثنين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل ده دعوة، الدعوة دي شيء أساسي، ان احنا ربنا عز وجل يعني اصطفانا من خلقه وجعلنا الدعاء للإسلام، الهدى للمجتمع، المرشدين للناس. طبعا البيت ده مسؤولية، الزوجة والأولاد ده شيء أساسي لا غنى عنه. لو كنت ماشي في الشارع وحصل قدامك موقف مضايقك أو هيزعلك، ساعة الموقف تتعامل معاه ازاي؟ موقف في الشارع يزعلني يعني؟ أيوة، موقف شفته وزعلت منه أو ما كانش عاجبك. والله المواقف اللي بتزعل كتير، بس فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تمام. طب لو حد سألك سؤال مش في وضعه برضه أو هيزعلك، هترد عليه ولا مش هترد أصلا وهتطول بالك؟ لا هرد عليه.
ازاي؟ لانه من صميم عملي اللي ربنا اختاره لي ان انا دايما اكون ناصح واقول الحق ولو كان مرا، فدائما وابدا اقف في وجه كل واحد يعني سيء او كل واحد بيأذي الناس. فاحنا دايما بنرشد الناس وبنحذر الناس برضو من الناس اللي مش كويسة، وندعو الله عز وجل الصلاح للجميع. إذا كنت في الجامع وبتخطب أو على المنبر وبتتكلم في موضوع مهم وفي كم شخص مش منتبهين لك، هتعمل إيه عشان تلفت انتباههم؟ والله حكاية الناس اللي مش منتبهة في الجامع بتكون عيب من تنين. يا إما الإمام مش قوي في الخطبة فالناس المستمعين ليه بيبقى هو في وادي وهم في وادي تاني. لكن لو الإمام قوي في مادته في الخطابة ومحضر موضوع كويس فبيجذب المستمعين ليه، فمحدش هينام. ده اللي بيحصل معايا يعني. لكن اللي بيحصل انه في ناس بتخليك تخرج عن شعورك، فتلقاهم يتكلموا مع بعض في الجامع وانت بتخطب، او بيسلموا على بعض جايين من السفر يقوموا يحبحبوا على بعض ويسلموا على بعض وانت بتخطب، فجاء بيضايقك. هو ده اللي بيزعلني وانا بخطب، ان هم بيتكلموا او بيخرجوا عن آداب الاستماع للخطبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه والإمام يخطب صه فقد لغى. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام. فهو بيقطع حبل أفكاري وبينرفزني ويضايقني. غيره في المستقبل إن شاء الله نفسك تشوف أولادك في نفس مهنتك ولا في مهنة تانية؟ والله إن شاء الله ربنا يدينا طول العمر بعد الخروج على المعاش إن شاء الله ننتبه للقرآن والأهل القرآن، والحمد لله على كده. أنت نفسك في إيه؟ نفسك تحقق إيه؟ نفسي في إيه؟ الأمن والأمان، الناس تحب بعضيها. يعني أكتر حاجة يرجوها الداعية إن الناس تعيش بسلام. إن السلوكيات هي اللي بتزعلنا أكتر حاجة، السلوكيات في المجتمع. فإحنا نحتاج للأمن والأمان والسلامة والمحبة والأخاء بين أفراد المجتمع كله. هو ده اللي بيريحنا وبيخلي سبيل الدعوة بتاعنا سهل. نتكلم في الجد شوية بقى. نتكلم في الجد شوية. مش فاهم. كان ايه رأيك لما سمعت عن فكرة انشاء مدرسة الفردوس، وبالاخص لما عرفت انها مدرسة لتحفيظ القرآن بالمجان؟ والله بارك الله في الحاج سعودي، يعني من 4 سنوات عرض علي المشروع بتاع تحفيظ القرآن الكريم، فلقيته مشروع كويس وخير، والحمد لله بدأنا على خير، والحمد لله لكم شايفين الثمرة، وربنا يوفقنا ويوفقهم للخير. هل أنت راضي بما وصلت إليه مدرسة الفردوس من نجاح، ولا تطمح بوصولها لمكان آخر؟ لا أنا والحاج سعودي الداعم لهذه المدرسة متفقين إن شاء الله إن احنا نشتغل بالمجان على طول. يعني القرآن قراية بالمجان، تعليم القراءة والكتابة إن شاء الله بالمجان، إن شاء الله نفتح حضانة بإذن الله بالمجان. ده غير المكافآت والمساعدات وجانب الخير الكبير اللي إن شاء الله هتقوم به المدرسة والقائمين عليها. يعني حضرتك راضي باللي وصلت ليه دلوقتي؟ والله الحمد لله، يعني خير كثير، وربنا يجمعنا على محبة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونكونوا مع أهل القرآن وزمرة أهل القرآن. ده دول أهل الله عز وجل وخاصته. ده ما حدش يكره يكون مع أهل القرآن وأهل العلم، فده أفضل شيء. يعني في يوم من الأيام ندمت على أنك المسؤول أو المهتم بكل ما يخص تفاصيل مدرسة الفردوس أو القائم على رعايتها؟ والله المسؤولية ثقيلة، يعني لا سيما ان انا عمل فردي. يعني العمل اللي انتم شايفينه حضراتكم ده يعني العبد الفقير الى الله والمعلمات.
يعني لله الفضل والمنة، ده عمل فردي، والسادة الفضليات المعلمات، فالحمد لله رب العالمين. بالنسبة لسيرة المعلمات معانا، ايه رأيك في معلمات تحفيظ القرآن ودورهم؟ لحظة، عايزة كل واحدة لوحدها. تبدأ بمين؟ والله معلماتنا كلهم فضليات، عايزة كل واحدة لوحدها، ولا نزكي على الله أحدا. الشيخ أشجية بسم الله ما شاء الله معلمة فاضلة، جزاها الله رب العالمين خير الجزاء، ولها منا كل تحية وتقدير. طبعا الشيخة نعمة ناجح هي اللي قايمة بالمجهود ده كله، وبذلت جهد كبير معانا في الإعداد للحفلة طوال شهر رمضان، والنهاردة فضلت هنا في النادي وهي بتنظم الكراسي وتنظم البنات فيعني الإعداد كله هي والأستاذ محسن والعبد الفقير إلى الله، فجزاها الله رب العالمين خير الجزاء. الشيخة فاطمة حشمت بسم الله ما شاء الله، يعني شيخة مجتهدة ومعلمة نشطة، يعني تمتاز بالأدب والخلق، فربنا يبارك فيهم جميعا وجزاهم الله رب العالمين خير الجزاء. أسئلة تاني. رأيك في الأستاذ محسن مع أنه تعب معنا بجد النهاردة؟ الأستاذ محسن ربنا يبارك فيه اشترك معنا في إعداد الحفلة، وإن شاء الله يبقى معنا على طول بإذن الله، وربنا يبارك فيه إنسان مجتهد ورجل فاضل، وربنا يجزيه خير إن شاء الله. عايزة تعليق منك على أن القرآن الكريم هو نور القلب والعقل وهو الجلاء من كل هم، فكيف بمن حفظه ظهرا عن قلب وأخذ يرتل آياته ترتيلا حتى يرتقي به إلى أعلى مراتب الجنة؟ طبعا كلكم لا يخفى عليكم فضل حافظ القرآن وقارئ القرآن، والحمد لله رب العالمين. احنا لنا الفضل في حاجة واحدة بس، ان احنا خدنا الجماعة اللي هم ما كانوش حافظين القرآن خالص واشتغلنا معاهم. يعني الجمعيات التانية واللي حفظوا القرآن دايما بيختاروا النخبة اللي أولياء أمورهم متعلمين أو ذوي قدر كبير من التعليم، لكن احنا خدنا الطبقة يعني المتدنية خالص اللي هم مش حافظين خالص قرآن على الإطلاق، فارتقينا بيهم طالبات وطلاب وسيدات. أنا عندنا أمهات كثيرة حافظت القرآن معانا ما كانش بحافظة خالص سورة ولا سورتين من القرآن، أصبحت تحفظ جزء وجزئين من القرآن. فضل قارئ القرآن طبعا حتى لو كان اللي بيتلعثم فيه فضله عظيم، ولذلك يقال يوم القيامة لقارئ القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق أو هو يتتعتع فيه فله أجران. فإحنا الحمد لله رب العالمين حتى إن ما كناش يعني فإحنا الحمد لله بدأنا يعني، وأصبح لنا باع كبير مع الطلبة ومع المحفظات ومع اللي حافظين القرآن، فده شيء كبير الحمد لله. الحمد لله. أنا خلصت فقرتي وبشكرك شكرا جزيلا وبشكر حضرات الضيوف، وحابة بس أقدم لك هدية بسيطة. في أسئلة تانية؟ لا خلصنا. تفضل جائزتك يا شيخ أشرف. في جائزة كمان على ما تكونش أسئلتك لا تقل عليك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أنا أشكر السادة الحضور جميعا كل باسمه وصفته وشخصيته حتى لا أنسى أحد، وجزاكم الله رب العالمين خير الجزاء، وكل عام وحضراتكم بخير. الحمد لله عشان تتقلت علي في الأسئلة. تفضل. والله أنا بديها حقها. الوزير قال 10 دقائق وإحنا بنسمع كلام الوزير. شكرا. أما بعد، الآن جاءت القصيدة عن عيد الأم من ابن البلد في بلجة الشاعر حسين عقيلي ابن إدارة طحطة الأزهرية.
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا عشان الوقت ما كناش عايزين نقوله، لكن هم مصرين ان يسمعوا حاجة عن الأم. أقول قصيدة بعنوان قلب أم. تبوس راسي تبوس ايدي، لو هتبوس القدم حافي، مش هتوافي ولا لحظة وانا شايلاك على كتافي. قال وجعك يمي تعبني، وجعك يمي تعبني، اهبيك قول الشكاية، فرحانة وانا عمبني وعتحوشي عني بلايا. قالت له الآه في القلب وجعاه، الآه في القلب وجعاه، عقول يا ربي مكانك، يا ما كنت الجرح شيلاه ومعيشاني في حنانك. الخطوة ضاقت وقلت والعمر على وشه بان، يوم ولادتك فرحت وغنت وانت الجميل هناكر وخوان. قال لها كلامك قطع حشاية، كلامك يمي قطع حشاية، فداك يمي ولادي مع وسة شوفك ورايا، ده دعاك سعدي وزادي. قولي لي يمي افرحك كيف، قولي لي يمي افرحك كيف، لو اكل ولا لبس عاوزاه، عتيجي وتروحي كف الضيف وبعزة من النفس شكراه. قالت له يا ولدي يا ولدي ما الجوزي مع وزني، ما الجوزي مع وزني، ده مات وساب لي فاتورة، سكنني ومع وزني وصيطني وسط السجورة. يا ولدي فدك روحي ولا شك تشك ايدك، شيلاك للعمر حظي وعدعيلك تغيظ نديدك. روح يا ولدي مسامحاك، روح يا ولدي مسامحاك، ما الاول والاخر ربايتي، وكنت على كتف شيلاك وعدعيلك اخر صلايتي، وهدعيلك اخر صلايتي. وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الآن جاء موعد العرض المسرحي بعنوان أعمال جمعية الفردوس من المستر محسن عبد الباسط والشيخ أشرف نور الخبيري وتلاميذه. استنى استنى الاول. السلام عليكم يا عيال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هتعملوا ايه يا حبايبي؟ بنذاكر. هذاكر ايه يا حسناء يا بنت العمدة؟ بذاكر عربي. وانت يا فايزة يا بنتي؟ بحفظ قرآن. استهجلي اسمك يا حسناء. عين ميم را. يا خربان البيوت حسناء كده. وانت يا فايزة قولي لي سورة الإخلاص. الإخلاص وما أدراك ما الإخلاص. يا خربان البيوت قرآن ده ولا ايه؟ يا خربان البيوت هعمل ايه انا دلوقتي يا ابويا؟ هعمل ايه؟ اروح لمدير المدرسة اللي بندفعوا له فلوس. اتفضل يا شيخ البلد. مكتان مكتان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا شيخ البلد. اتفضل ايه؟ دقيقة الأول يا عثمان. شاي يا عثمان. شاي المصيبة اللي احنا فيها. مصيبة ايه يا شيخ البلد؟ القراءة والكتابة هندفع فلوس على الفاضي. والله يا شيخ البلد احنا عندنا مشكلة كبيرة في المدرسة. الطلبة تقرا ولا تكتب. طب وايه الحل دلوقتي؟ والله بيقولوا في جمعية الفردوس مسكها الشيخ أشرف نور بيعلم القراءة والكتابة والقرآن. أشرف نور عارفاه. خلاص
هعمل ايه دلوقتي؟ هروح للعمدة. انت يا شيخ الغفر، مين اللي ده؟ خليه يتفضل. السلام عليكم يا عمدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. اتفضل. اتفضل يا خرباني البيوت يا عمدة. ايه ده فيه يا شيخ البلد؟ دلوقتي كنت داخل البيت ولقيت بنتي وبنتك بيذاكروا، فرحت. رحت بسأل بنتك بقول لها استهجيل اسمك، قالت لي عين ميم راه. والثانية بقول لها وبنتي بقول لها قولي لي سورة الإخلاص، تقول لي الإخلاص وما أدراك ما الإخلاص. طب ايه الحل دلوقتي؟ ما أنا عديت على مدير المدرسة ورحت قلت، راح قال لي الحل في جمعية الفردوس ماسكها الشيخ أشرف نور الخبيري. انت يا شيخ الغفر، خدنا ميعاد من الشيخ أشرف. عليكم يا شيخ أشرف. عاوز اخد منك معاه. اتفضل. على حضرة الحمدة. يا شيخ الزيت بيقول لك تعالوا. اتفضل. اقول ايه؟ السلام عليكم يا شيخ أشرف. عليكم السلام وبركاته. جايين لك في مشكلة كبيرة في البلد. خير ان شاء الله. اتكلم انت يا شيخ البلد. السلام عليكم يا أشرف. عليكم السلام ورحمة الله. دلوقتي عندنا مشكلة كبيرة. خيرا ان شاء الله. القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم. ماله؟ كنت داخل البيت عندي ولقيت بنتي وبنت العمدة هيذاكروا، رحت بقول لبنت العمدة استهجلت، قالت لي عين ميم راه. وبنتي بقول لها قولي لي سورة الإخلاص، قالت لي الإخلاص وما أدراك ما الإخلاص. عديت على مدير المدرسة قال لي الحل عند الشيخ أشرف. والله احنا بنقروهم صح، وديك النموذج بتاعنا اهو. خد يا شهندة بنتي سمعيهم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. برافو عليك يا بنتي. ايه اعمال الجمعية تاني يا شيخ أشرف؟ احنا بنحفظ القرآن الكريم وبنقري ان شاء الله، وعندنا نفتح حضانة ان شاء الله قريب، وبنقري القرآن مجانا، وبنعمل مساعدات للفقراء واليتامى وكذا. طب خد شيك مني ب2 جنيه عشان تزود اعمال الجمعية. طيب شكرا 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 شكرا. السلام عليكم يا شيخ أشرف. ادي لعمك الحاج سعود يصرفه في البنك. يلا يا شيخ حسين. خلي كرموا يعمل ايه؟ ماشي ماشي يا محمد. بس فين يا شيخ أشرف؟ شيخ أشرف فين حافظ القرآن؟ حافظ القرآن كله. عارف على كده خلاص العلم من اسم بعد. جهزت يا شيخ
جهزت يا شيخ اشرف. جاء الآن وقت التكريم، ولو ان تكريمنا ده لحفظة القرآن الكريم مش تكريم، ده حاجة غير التكريم في الآخرة. تفضل الدكتورة فريدة عشان تكرم، والأستاذ حسام، أستاذة وفاء، أستاذ محمد الدالي. تفضل أستاذ محمد، حد محمد. تفضل أستاذة زوبة. تفضل تفضل حضرتك. يا ريت الشباب يقعد، يا ريت الشباب يقعد. لحد ما يجهز الشيخ اشرف بنقول: يا محرقا بالنار وجه محبه مهلا مهلا فإن مدامعي تطفيه، يا حبيبي أحرق بها جسدي وكل جوارحي واحذر على قلبي لأنك فيه، لقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي لمن أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. جهزت يا شيخ أشرف ولا لسه؟ تفضل 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 تفضل. حفظت القرآن كاملا مريم محمود عبد العال. الهدية بتاعتها جنب على طول، الهدية بتاعتها يا شيخ أشرف. سارة أنور عبد المعبود. سارة 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 يا شيخ أشرف. فين الهدية الثانية؟ سارة 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 سارة. اللي تصور يقعد يا بنات. يلا. بسملة عادل عيد، القرآن كاملا. اقف معاهم يا حاج. بس بعد ما نخلص الجائزة الأولانية دي نتصور معاهم. ما فيش مشكلة ماشي. يقف على جنب، قول لهم يقف على جنب لحد الصور معاهم. رحمة أنور عبد المعبود. الناس اللي اتكرمت القرآن كامل خليهم أستاذ محسن عندك عشان في الآخر يتصوروا صورة جماعية. أما بقول قرآن كاملا. أفنان إبراهيم أحمد، أفنان إبراهيم أحمد. جيهان عاشور ناجي، القرآن كاملا. رحمة بخيت محمد 10 أجزاء. نسمة عيد عبد اللطيف 15 جزء. نسمة. ولي على الصورة يا رحمة، بص اللي قدام على الصور. الهدية بتاعت نسمة فين؟ يلا يا شيخ أشرف الهدية بتاعتها. هدية نسمة يا شيخ أشرف. شيخ أشرف يا شيخ أشرف، هدية نسمة. ياسمين سعد علي، ياسمين سعد علي. حسام ياسمين.